على فكرة عايز أقدم لكم ضيفة دخلت حياتي 5 شهور، بنتي دنيا. وعلى فكرة البنت طالعة كوميديانة، يعني هتطلع كوميديانة كبيرة. يعني دنيا هتيجي دلوقتي. كلكم شايفين الماموزيل دنيا دلوقتي. قولي للناس بقى باي باي، قولي لهم باي باي كده. ها؟ لو صحينا في يوم لقينا شركة إنتاج مصرية اشترت حقوق فيلم كرويلا علشان تعمله في مصر، مين الممثلة المصرية اللي تقدر تعمل الدور ده؟ طب مين الممثلة اللي تقدر تعمل أي حاجة؟ بابي قليل الأدب وبتاع ستات، وبتاع ستات بلدي كمان اللي هم بقى بتوع يا حبيبتي والحاجات دي. كانش ده حالي، كان زمان بلطجية المنطقة خدوا المحل وانتي مقتولة والعيال اخواتي دول انحرف. تعالى يا مازنجر، تعالى يا حبيبي، مليكش صالح بابو الغضب، تعالى ندمر المزدوج في المطبخ. دلوقتي احنا كان آخر اتفاق بينك وبين مسيو جاسين كان على 28 مليون. شيكي mais tout rocher. لا 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 بوم طخ بوم بوم. دان اللي دان وهوينه، ابعد عن الشر يا عمري وغني. أنا ابنة ملك قصة، وهي مملكة صغيرة ببلاد السندستان. هل دخلوا أرمائيل بالفعل؟ خلينا نصنف أبناء الفنانين لتصنيفات كده عشان نبسط الصورة. أبناء الفنانين عموما في أي مكان في العالم يا بيقلدوا أهلهم، يا بيشتغلوا مع أهلهم، يا بيتقارنوا بأهلهم، زي جون واشنطن ابن دينزل واشنطن. أو بعد كده بيلاقوا الحتة بتاعتهم اللي هيكملوا فيها. قليل قوي اللي بيبدأها مع نفسه ويكبر مع نفسه، زي دنيا سمير غانم كده. هي ما قلدتش سمير غانم ولا اشتغلت معاه ولا حتى اتقارنت بيه. من أول ما بدأت وهي ليها طريق مختلف خالص عنه. يعني هي لما عملت طير انت وبعدين الكبير قوي 4 أجزاء احنا تعودنا عليها في بطولة مشتركة، فراحت عملت مسلسل لهفة وشالت 30 حلقة لوحدها. مسلسل 30 حلقة يعني قد 10 أفلام، فده تحدي. وبعدين عملت 7 شخصيات مختلفين في طير انت، و3 شخصيات في بدل الحدوتة 3، فده تحدي أكبر لنفسها. معروف عند أي حد بيكتب سيناريو لما بيبقى عارف المسلسل ده مين البطل اللي هيمثل فيه بيبدأ يبعد عن المشاهد اللي ممكن يزنق فيها الممثل. يعني لو الممثل ما بيعرفش يعيط ما بيحطلوش مشهد يعيط فيه، لو عارف ان الممثل ما بيعرفش يتقن لغة أو لهجة تانية ما بيحطلوش المشهد ده. لكن هي بتتكلم روسي ومغربي. دلوقتي احنا كان آخر اتفاق بينك وبين مسيو جاسين كان على 28 مليون. وصعيدي عن طريق الانترنت. وخليجي. دان اللي دان وهو. وبتغني وتعمل كرتون كمان. لا 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 بوم طخ بوم بوم. أنا ابنة ملك قصة، وهي مملكة صغيرة ببلاد السندستان. يعني لما ترجع لأول دور مهم ليها في أنا يا خالتي وتبص عليها في نيلي وشريهان هتفهم قد إيه في مجهود كبير اتعمل. في ايه يا جماعة؟ فنانة واخدة سكينة في رقبتي، الدور عايز كده. يمكن هي محظوظة إنها بنت سمير غانم، بس مش عشان الواسطة، لأ، علشان الجينات والفن اللي ورثتهم منه. أنا مش هتكلم عن سمير غانم لأن سمير غانم عايز حلقات علشان نتكلم عليه. أنا هوريلكم مشهد واحد هيوصف كل اللي عايزة أقوله. ده المفروض مشهد عادي وهما بيتخانقوا. اخرسي يا واطية يا زبالة يا بنت الوطية. يعني انت دفاع عليا السكينة في بيت. بصوا على الحيطة ورا، بمجرد ما تشوفوا صورة سمير غانم هتضحك لوحدك. فدي بيرسونا هو عملها لنفسه من سنين، خليته يسرق الكاميرا وهو حتى مش موجود. فدي العبقرية اللي أنا أقصدها. وعبقرية الممثل ما بتبقاش بس في اختياراته في التمثيل، دي بتبقى بيرسونا كاملة بيعملها لنفسه. يعني لو ممثل أكشن ما ينفعش يعمل إعلان آيس كريم، ممكن يعمل إعلان لطيارات، يعمل إعلان لعربيات. لو ممثل مشهور بأدواره النفسية ما ينفعش يعمل إعلان ميوزيكال، انت كده بتدمر البيرسونا بتاعتك. وده هي كانت فاهماه كويس، فلما عملت إعلانات عملت حاجة تطور البيرسونا بتاعتها كفنانة شاملة. انا اللي هاخد، انا اللي شفتها دي اصلا عشاني انا. ليه دنيا سمير غانم ما بتمثلش في هوليوود؟ هوليوود فيها أكتر من 1000 ممثلة من العالم كله، فليه هي ما عملتش فيلم زي كرويلا أو باربي؟ وليه نادرا لما بنلاقي ممثلة عربية بتمثل في هوليوود؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده لازم نعرف أصلا إزاي حد ممكن يمثل في هوليوود. علشان تمثل في هوليوود لازم تكون متعاقد مع وكالة مواهب هي اللي تساعدك علشان تاخد دور، أو تكون مثلت في فيلم اتعرض في مهرجان زي كان فيشوفك مخرج أو منتج فيرشحك، أو مخرج مصري يعمل مشروع عالمي فيجيبها. هي الفكرة مش إنها تمثل في هوليوود، هي الفكرة إنها تعمل حاجة قوية شبهها تقدر تطلع فيها موهبتها. عادة العرب اللي بيمثلوا في هوليوود بيعملوا أدوار صغيرة، لكن هي عايزة دور زي دور إيما ستون في كرويلا.
أو مارجوت روبي في هارلي كوين. أنا بتخيل إن لو صحينا الصبح لقينا شركة إنتاج مصرية اشترت باربي أو هارلي كوين أو كرويلا، مين ممثلة ممكن تعمل الأدوار دي غير دنيا سمير غانم؟ فهي ما بتمثلش في هوليوود مش علشان هوليوود كبير عليها، لا علشان هوليوود ما بيبصوش هنا أصلا، ولو بصوا هيلاقوها. المشكلة إنهم ما بيبصوش، يعني ما يعرفوش، لكن لو بصوا هيلاقوا مواهب مش موجودة في أي حتة في العالم. من أول يوم اشتغلت مع مارفل أي عنصر ممثل كان ينفع فيه يبقى مصري جبته مصري، وفي العناصر اللي ورا الكاميرا كنت مصمم ان احنا كمان لازم نوريهم طعمنا. ورئيس مارفل في يوم العرض الخاص قال لي شكرا ان انت جبت الناس دي. تخيلوا انها بطلة مسلسل او فيلم لديزني، عادي ممكن تحصل. لو كنت قلت لكم من كام سنة ان اغاني عنبة موجودة في مسلسل لمارفل والعالم كله بيسمعها كنت هتقولوا مستحيل. رئيس سبوتيفاي اللي هي زي انغامي قال لي ان اغنيه الملوك في يوم كانت وصلت نمره 2 على العالم. عايز اقول لك رئيس مارفل بيدندن الاغاني دي من كتر ما هو حبها. عمري في يوم ما احتجت لحد، مش تفخيم والله بجد،